أولمبية لم يرويها أحد. للمؤلف محمد الشريف. مستر بين روان إتكنسون كسر جدار الصمت والتنمر. حفل افتتاح الألعاب الأولمبية لندن 2012 ليلة 12 جويلية وصفته وسائل الإعلام العالمية الافتتاح الحلم في ملعب ستراتفورد الملعب الأولمبي بلندن، وتحت عنوان جزر العجائب لزيل أوميرفاي، بلوحات عرضت حياة الأنجليز اليومية على مر العصور ومختلف حقبات التاريخ بأسلوب مبتكر رائع. أقيم الافتتاح وسط أكبر عملية أمنية في العالم، وشبح أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية يخيم على العالم. نشرت وزارة الدفاع البريطانية صواريخ مضادة للطائرات على أسطح المباني لاعتراض أي هجوم جوي إرهابي. رغم ذلك لم يتأثر الحدث وحافظ على جلاله ورونقه. على الشاشة الخلفية للمسرح عرض فيديو أنتجته اللجنة المنظمة كيف تنقلت جلالة الملكة إليزابيث من قصر برمنغهام عبر طائرة عمودية إلى الملعب الأولمبي، مرورا بمعالم لندن العريقة، ساعة بيج بان وبيج آي وتاور بريدج، لتدخل المقصورة الشرفية مع جاك روغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. ترك السير روان إتكنسون أو مستر بين علامة راسخة في ذاكرة الألعاب عندما ظهر في عرض صامت مرافق للأوركسترا السيمفونية يعزف نوتة واحدة على الأورج، كافية كي يفجر موهبة الممثل العبقري فأذهل العالم كما فعل دائما. ولد روان إتكنسون في 6 جانفي 1955 بمدينة كونسيت بالمملكة المتحدة. في المدرسة تعرض للتنمر بسبب مظهره المختلف وانطوائه وصعوبة النطق. لم يكن له كثير من الأصدقاء وانغمس في الدراسة بدون انقطاع. التحق بجامعة أكسفورد وهناك اكتشف فن التمثيل وعشقه، لكن قدره مع صعوبة النطق عقدت الممارسة الفنية. حصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية ومباشرة حسم أمره بالانضمام إلى الهواية، ولم يحصل على أي فرصة لتعثره في النطق. عندما التقى بالسيناريست ريشارد كيرتيس والملحن هوارد غواديل ابتكر شخصية مستر بين العبقرية التي ظهرت عام 90 تشبهه ويعبر بها بسهولة، ينجح في إقناع الجمهور، فزاد ثقة بالنفس وإبداعا لا محدودا. فند مستر بين مقولة أن الوسامة والمظهر الخارجي فقط مواصفات النجم الهوليودي الناجح. وقصة مستر بين قصة نجاح وإصرار لشاب لم يكن يعلم أنه سيكون ذا شأن في قادم السنين من عمره. تمسك بما يريد، وفي البداية قطع الطريق وحيدا يذلل الصعاب، إلى أن أصبح علامة مميزة يقارن بالعمالقة والعباقرة مثل تشارلي تشابلن. المختصر المفيد نقول: من لديه حلم لا يمنع نفسه من قطع الطريق مهما كانت الصعوبات. ضع الهدف نصب عينيك وامضي، لا تهتم بأحد إلا برغبتك وقلبك. ومن يريد أن يتعلم جيدا من الرياضة فليحضر الألعاب الأولمبية والبارالمبية، فسيتعلم كثيرا عن التحدي والمثابرة وقوة الشخصية. سيشاهد أبطالا لا ينهزمون أبدا، فانضم إليهم ورأسا نحو الهدف والحلم. كتاب صوتي، قصص أولمبية لم يرويها أحد. للمؤلف محمد الشريف.